فنان النهارده كده زي ما تقول الفن جه لغاية عنده خلاه يحبه غصب عنه. ازاي؟ هقول لكم. والده اصلا كان ابوه بيشتغل في بنك اسمه بنك القطن فرع وسنة، اللي هو اسمه بنك رانينهارت. ده كان اول بداياته كموظف وكده. الراجل دوت لما كان بيشتغل طبعا القطن المصري في وقتنا ده، كان الوقت ده كان طبعا انتوا عارفين كان القطن المصري ملوش مثيل. المهم، الراجل بس ما كانش بيشتغل الشغلانة دي، لا ده كان بيشتغل شغلانة تانية. ابو فنان شغلانته كانت ان هو ياخد تذاكر وعليه ان هو يوزعها على اهل القرية، علشان اهل القرية يحضروا العرض المسرحي اللي هيجي في البلد، واي فرقة تيجي هو ده كان دوره. فهنا ابتدت حبه للفن كده وجات لغاية عنده، وابتدى يكبر معاه وقت مع وقت، وكده اتربى في دمه الفن. فنان النهارده اسمه شفيق نور الدين. اسمه بقى الحقيقي شفيق محمد نور الدين مصطفى عطية، من مواليد محافظة الاسكندرية فرع مركز وسنة. ممثل مصري، اتولد في 15/9/1911، اتوفى في 14/2/1981. يعني مات كده عنده 70 سنة. زي ما قلت لكم كان بيجري ويلف من حبه فابوه حبيب ابوه فنان شفيق نور الدين. كان بيلف مع بوالده وهو بيوزع تذاكر المسرحية، كمان بيحضر العروض المسرحية والصوان اللي بيتعرض في القرية، وكمان بيحضر البروفات المسرحية. جري في دمه الفن. كان في مرة من المرات في عرض المسرحية من المسرحيات اللي بيتفرج عليها في القرية، كان في البطلة بتموت والبطل هيتجنن عليها وبيدور على قبرها، وكان بيبكي قوي البطل. اليوم ده فنانة قعد يبكي ويعيط وفرج عليه الناس وفرج على ابوه الناس والشادر كله، وهو بيعيط على اللي حصل في العرض المسرحي. المهم، كان بيتمنى ان هو يكون جوه العرض ده والمشهد ده هو يعمله وهو يكون البطل. طبعا بعد ما كانت بتتفضل العروض والحاجات دي في القرية، هنا فناننا جاله عمل ايه؟ راح لحتة اسمها الكتب خانة. الكتب خانة دي زي المكتبة، ويقرا ويتصفح ويقرا بقى اللي هو عايزه، وكان بينقله في كشاكيل، وكان بيقرا لكتاب كبيرة زي محمود تيمور وأنطوان يزبك وترجمات جورج أبيض. وابتدى هنا كبر الموضوع معاه قوي والقراية. لا ده كمان هوايات تانية اتولدت جواه، زي الضرب على العود وحبه للجراموفون وان هو يسمع اغاني. لا ده كمان بيعمل ايه؟ بيحب يصلح الاجهزة الكهربائية وكمان يفكها ويقوم بتصليحها تاني. هنا لقى نفسه ان هو حابب يخش المدرسة اللي هي مدرسة الفنون والصناعات. وابتدى فعلا ودخل، وكان كل همه ماشي على الصراط المستقيم وداخل الايه، على موضوع الايه لقى نفسه في الموضوع اللي هي المدرسة دي. المهم، طبعا كان برضو جواه حب الفن، فكان بيحضر بروفات المسرح والمسرحية، لدرجة ان هو زكي طليمات كان وعده ان هو هيوديه في بعثة في انجلترا، لدرجة ان هو ابتدى بقى يهمل دراسته وهملها وهمل اي حاجة لانه الفن في دمه. وجاب اللي هي قاموس بالانجليزي عشان يبقى متمكن من اللغة، عشان لما يجي يسافر. لكن الرحلة اتلغت والبعثة اتلغت وما سافرش، واهمل دراسته ورمى كراسته. وطبعا لقى نفسه دخل في حالة حزن شديدة وزعل كبير قوي قوي. ما كانش بيهون عليه غير حاجة واحدة بس، وهو تربيته للمسناسة بتاعته. كان مسميها لولا. المسناسة دي كانت كل حياته وبتحبه قوي وكانت بتهون عليه. بس هو لقى نفسه هو عايش جوه الدور ده. لا ما ينفعش، ده انا لازم ان انا ادخل واشوف حياتي العملية. ابتدى بقى يشتغل ايه؟ اشتغل يبيع جبنة ولبن وعيش. وبالفعل كان بس جوه الفن، لدرجة ان هو قرا في مجلة من يوم من الايام. وهنا يا سادة يا كرام، لقى في مجلة ان الفرقة القومية عايزة 5 وجوه جديدة. وبالفعل قال ليه ما كنتش من ال5 الوجوه الجديدة دي، وما كدبش خبر ونزل والفعل قدم. لكن كانت الفرقة خلاص خدوا ال5 وجوه اللي هم عايزينهم وامتحنوهم، وهو يجي من هنا مفاوضات من هنا يقول لهم جربوني. وبالفعل قاموا جربوه، عملوا له تيست ولقوا ان هو فنان هايل. لكن هم خلاص اختاروا ال5 الوجوه. قال لهم تابعت
نبوني السادس مش هيحصل حاجة. قالوا له لأ، لو حابب تشتغل اشتغل معانا ملقن. المهم قال اهي فرصة اشتغل ملقن، اللي هو يلقن، يقعد في الكمبوشة ويلقن الممثلين ايا كان الدور. وبالفعل قال يمكن تجيني الفرصة، وتيجي شهر ورا شهر لغاية ما بقوا 10 سنين وهو جوه الكمبوشة. مر عليه اشكال والوان وادوار وهو جوه الكمبوشة. لجيه في يوم من الامارات مسرحية اسمها مسرحية مصر الخالدة. المسرحية ديت حصل فيها ايه؟ ان هو في دور كاهن غاب فيه الراجل اللي هو بيقوم بدور الكاهن ده، فهنا جات له الفرصة وبالفعل قدم وكان بارع وفعلا نجح نجاح باهر، لدرجة ان الستارة من كتر التسقيف بقت تقفل وتقفل وتتفتح 10 مرات من انبهار الناس بالدور اللي قام بيه. كان ممر ان هو يقوم بكتير من الاعمال سواء سينما او مسرح او تلفزيون. طبعا من اهم اعماله كانت عيلة الدغري، اصيلة، اجرس الامل، الابطال، سنة اولى حب، شلة المراهقين، وطبعا كل يوم حلاوة، وكتير كتير من الاعمال. وقدر يثبت نفسه. فنان اتجوز مرة واحدة من خارج الوسط الفني وخلف 6 ابناء. طبعا كان من بينهم ابنه الفنان نبيل شفيق نور الدين، اسمه مازال على قيد الحياة، ربنا يبارك في عمره، اسمه نبيل نور الدين. هي دي كانت حكاية فنان النهاردة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. فضلا لسه امر الله كل ما جاش نورني في القناة اتمنى ينورني. فضلا لسه امرا، اتمنى عيلتي تكبر اكتر واكتر، وممكن تفعلوا زر الجرس. فضلا لسه امرا. متشكر لحبايبي اللي معايا جوه مصر وبره مصر، متشكر لحبايبي اللي جم ونوروني، الف مليون شكر. وتنسوا تصلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. استغفر الله العظيم واتوب اليه. كل سنه وانتم طيبين وبخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الف مليون شكر.